بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكشري المصري بطريقه سهله جدا واقتصاديه، وفي نفس الوقت برضو هنعمله في حله واحده. خليكي معايا وتابعيني للاخر. اول حاجه انا عندي حله على النار ونزلنا فيها بمعلقتين من الزيت، صفرنا التومه، وبعد كده هننزل عليهم بربع فنجان من الخل، وعندي كيلو من الطماطم احنا عصرينه ومصفينه. بعد كده هنزل عليه بالتوابل بتاعتي، كمون وكزبره ناشفه وبابريكا وشويه كده من الشطه، والشطه ديت طبعا حسب الرغبه. بعد كده هنزل بشويه من الملح، وهننزل بشويه صغيرين من السكر علشان الحموضه اللي في الطماطم. تمام. بعد كده بغطي على الحله بتاعتي وبسيب الطماطم بقى تتسبك معايا وتوصل معايا بالشكل ده. بعدين اما الطماطم اتسبكت هنزل عليها بكوبايه من الميه، وبعدين هبدا اغطي عليها لغايه ما تاخد غلوه مع نفسها كده. خلاص وصلت لمرحلة السوا اهوت، بقفل عليها بقى. بعد كده عندي بصلتين متوسطين مقطعهم جوانح. تمام. بعد كده هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخل، وهفضل اغلف البصل كده بمعلقة الخل. الخل طبعا بيخلي البصل بتاعنا بيقرمش كده زي بتاع المطاعم بالظبط. تمام. عندي حلة على النار اللي هنعمل فيها الكشري، هنزل بالبصل بتاعنا، وبعدين هحمر البصل بتاعه وياخد لون وردي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده بقى ما بياخد اللون دوت معايا طبعا، وانا بطلع البصل بيبقى طري شويه، بس لما بتسيبيه على جنب بعد كده بتلاقيه نشف زي بتاع المطاعم بالظبط. بعدين عندي رغيفين من العيش ومقطعهم بالشكل دوت، نزلت برضو في نفس الحله مكان البصل، وهنحمر العيش دوت. العيش ده بيبقى طعمه حلو قوي قوي على الكشري، يا ريت كلكم تجربوا الطريقه ديت، بصراحه هيعجبكم قوي. بعد كده ببدأ بقى لما العيش بياخد اللون الأصفر دوت معايا، بيبقى زي الشيبسي كده بالظبط، بنزل بطلعه، وبعد كده بنزل عليه بشوية من الملح كده وحبة من الكمون. بعدين عندي في نفس الحلة برضو هنزل بشوية من الشعرية، وابدأ انني ادي الشعرية بتاعنا لون وردي. تمام. بعد كده بقى عندي ربع كيلو من العدس، انا طبعا غسله العدس ونقعاه لمدة ساعتين. بنزل بالعدس على الشعرية بتاعتنا، وبدي العدس تشويحة كده مع الشعرية. بعد كده عند كوباية من الرز المصري برضو نزلت بيها على العدس والشعرية، بديلهم طبعا تشويحة كده مع بعض مع معلقة توم مهروسة بس معلقة صغيرة. بعد كده بنزل عليهم بمعلقة من الكمون، دي بقى بيودي الكشري في حتة تانية خالص وبيخلي طعمه حلو قوي، وبيبقى ليه ريحة زي المحلات بالظبط. تمام. بعد كده بقى بنشوحهم مع بعض كويس قوي، وبعد كده بنزل بنص كيلو من المكرونة، وببدأ برضو ان انا اشوحها على العدس والرز والشعرية. بفضل اشوح كده في المكرونة مع العدس والشعرية والرز بالطريقة دي. بعد كده بنزل بشوية مكرونة سباكيتي، وبرضو بغلفها بالزيت اللي في الحلة برضو مع باقي المكونات. بعد كده بقى بنزل عليهم بمية سخنة، وبحط على وبنزل عليهم بالملح بتاعهم. وبعد كده بقى ببدأ ان انا اديها تقليبه كده، وبسيبها بقى. مش هتاخد معاك وقت خالص، هي تستوي على طول لان المية طبعا سخنة، ويعتبر انت مسخنة المكونات كلها. بعد كده بقى بنزل بربع فنجان من الخل، وبنزل بمعلقة توم مهروسة ومعلقة كمون، وبنزل بنص كوباية من المية وشوية من الملح، وبعمل الدقة بتاعة الكشري. وسط بتبقى بالشكل دوت، حاجة سهلة وبسيطة خالص. بعد كده بنزل عليها بعصرة من الليمون، بتخلي لها طعم تاني خالص، وبتخليها ولها ريحة تانية خالص. تعالوا بقى نشوف الكشري. بصوا جميل جدا، وفي نفس الوقت برضو مفلفل معايا. هنصبر عليه لما يوصل المرحلة ديت بقى، ببدأ اهدي عليه النار لغاية ما يستوي. بصوا بقى الكشري بتاعنا خلاص استوى اهوت، بصوا مفلفل وجميل ازاي ومستوي خالص. تعالوا بقى نغرفه واوريكم شكل الطبق النهائي. بصوا بقى انا عايزاكم تلاحظوا قد ايه الكشري مفلفل، وفي نفس الوقت عملناه في حله واحده، وما عدناش بقى بنوسخ مواعين كتير حوالينا والكلام ده. بصوا بقى البصل بتاعنا ودوت العيش اللي احنا حمصناه مع بعض او حمرناه مع بعض في البتاع. بصوا بقى شكل الطبق عامل ازاي جميل جدا. عندي بقى الصلصه اهيت، وعندي الدقه، وبألف هنا. ويا رب يكون الوصفة عجبتكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم وجربوها. ويا رب تكون الوصفة بتاعتي سهلة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوناش بتعليق او كومنت حلو يشجعنا ونستمر مع بعض. السلام عليكم.